المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الساعات الأولى من فجر اليوم من إحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 6 أطنان و550 كيلوغراما من مخدر الشيرة. وأوضح مصدر أمني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية على مستوى مخرج الطريق السيار بمدينتي الدار البيضاء وبوزنيقة، حيث أسفرت عن حجز سيارتين وضبط مجموعة من رزم مخدر الشيرة موجهة للتهريب الدولي بلغ مجموع وزنها 6 أطنان و550 كيلوغراما. وأضاف المصدر أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في الشبكة الإجرامية الضالعة في هذه العملية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.